السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن ازاي نقوم بتنظيف بيتنا وإدارة بيتنا كل يوم من غير ما نحس اننا مضغوطين، ومن غير ما نحس اننا بجد تدريجيا ده بيأثر جدا على دماغنا، ونحس دايما ان في دماغنا دوشة وأفكار كتيرة قوي، مش عارفين نبدأ منين ولا نشتغل في أي مهمة الأول. هنتكلم النهاردة عن كتاب How to Manage Your Home Without Losing Your Mind للكاتبة دانا كي وايت. ازاي تعرفي تديري بيتك بشكل صح من غير ما تفقدي عقلك. الكتاب نشر سنة 2016. الكتاب بيتكلم عن ازاي ننظف بيتنا وننظمه كل يوم من غير ما نحس اننا مضغوطين دايما، واننا دايما حاسين بتوتر وقلق، وحاسين ان في حاجات كتيرة قوي المفروض نعملها ومش عارفين نبدأ من اي زاوية ومن اي اتجاه بالظبط. الكاتبة بتركز على كذا نقطة تساعدنا اننا نخفف من علينا شوية شغل البيت ونخفف الضغط اللي احنا حاسين بيه دايما. اول فكرة اتكلمت عنها وانا بجد حاسة ان الفكرة دي مهمة جدا، اننا ما نقارنش ابدا بيتنا ببيوت اي حد تاني او ببيت اي حد تاني، لاننا طول الوقت على السوشيال ميديا متابعين بقى قنوات مختلفة، صفحات مختلفة، بنشوف صور لبيوت نظيفة جدا ومنظمة جدا بشكل كبير، لدرجة انك حاسة انك عمرك ما هتوصلي للمستوى ده ابدا، لانك شايفة الواقع عندك وشايفة ان في كركبة دايما، وشايفة ان بيتك مش بيوصل للمرحلة الدقيقة دي، وان كل حاجة في مكانها، وان طول الوقت الحاجات منظمة، حتى الدولاب نفسه منظم بدرجات الالوان، وان كل حاجة يعني تحس انها مش بتتحرك ابدا من مكانها. وده فعلا صح، ان الحاجات دي بتبقى زي ما هي كده بس للتصوير. يعني احيانا بيت واحدة معينة بتصوره وهي لسه مخلصاه، او لسه يعني عاملة جزء معين بدرجات الوان بشكل معين، فمصورة الموضوع ده عشان تنقل الموضوع ده على السوشيال ميديا. بس بعد كده اكيد هي بتستخدم حاجات معينة، اولادها بيستخدموا حاجة، فالموضوع بيتكركب، فهي مش بتصور ده، هي بتصور بس اما هي لسه مخلصة، وان بيتها منظم جدا وكل حاجة في مكانها. فما تحاوليش تطبقي ده في الواقع وتفضلي مستمرة عليه، انك تحافظي ان البيت يكون بالشكل المنظم جدا، النظيف جدا، اللي ما فيش حاجة بتتحرك من مكانها. وده طبعا مش موجود على ارض الواقع. احنا عايشين، في ناس عايشين في البيت، فاكيد في حاجات بتتكركب، واكيد في حاجات بتتلخبط، ونرجع نعملها تاني، ونرجع نحاول ننظمها. طول الوقت احنا بنحط نظام معين واسس معينة وقيم معينة ومبادئ اولادنا بيمشوا عليها طول الوقت وبيحاولوا، وزي ما احنا بنحاول برضو اننا نحاول نحافظ على بيتنا دايما نظيف ومنظم، يعني على قد ما نقدر. مش معنى كده اننا نمنع بقى الأنشطة في البيت، أو نمنع إن أولادنا يعرفوا يعيشوا بشكل صح. لأ، إحنا لازم نعيش برضو ونحاول نعيش حياتنا وإحنا مستمتعين بيها. إنك تسمحي مثلا لأولادك يعملوا حاجات معينة في البيت، يمارسوا الهوايات بتاعتهم، يعملوا أنشطة معينة، وعادي جدا ان البيت يتكركب ويرجع يتنظم تاني، واولادك يساعدوكي في ده. وده الحياة العادية، الحياة الطبيعية اللي احنا عايشينها. ما ينفعش نبقى ماشيين كده بسيستم معين، مفيش حاجة تتكركب، مفيش حاجة تبوظ، مفيش حاجة تتلخبط. طول الوقت ده مش هيخليكي عايشة حياتك بطريقة صح، وهتحس دايما انك قلقانة ومتوترة ومضغوطة، وحاسة ان كل حاجة ضغطة على اعصابك. وكمان لازم نعمل نوع من التوازن. لو انت طول الوقت مركزة بس ان بيتك يبقى نظيف جدا منظم جدا كل حاجة في مكانها، هتفضلي طول الوقت بتجري كده ورا النظافة، ورا معايير النظافة اللي انت حطاها ومعايير النظام، وسايبة اي جوانب تانية، سايبة اهتمامك بعيلتك، اهتمامك بنفسك، اهتمامك بشغلك. لو انت بتشتغلي هتفضلي طول الوقت عاملة زي الحارس اللي مش عايز حاجة تتحرك من مكانها، مش عايز اي كركبة
كركبة أو أي غلطة في البيت، وده طبعا على حساب جوانب كتيرة أوي من حياتك. لازم تبقي مرنة ولازم تعملي توازن ما بين كل جوانب حياتك علشان تقدري تعيشي بطريقة صح. عادي جدا نبقى متوازنين، يبقى 70% نظافة، 70% اهتمامك بنفسك، 70% اهتمامك بأولادك وزوجك، علشان تقدري تعملي كل ده في نفس الوقت. ما تبقيش ضغط على أعصابك، تبقي 100% البيت نظيف ومنظم جدا، وانت بقى 5% اهتمامك بنفسك، 10% اهتمامك بأولادك. فده طبعا غلط. لازم على قد ما تقدري تمسكي العصاية من النص وتحاولي تعملي توازن، وتبقي مرنة في التعامل مع كل حاجة موجودة عندك في البيت، وتبقي مرنة كمان في التعامل مع أولادك. تسمحي ليهم إنهم يمارسوا الأنشطة بتاعتهم، يعيشوا حياتهم الطبيعية، لأن البيت الطبيعي يبقى فيه حياة، يبقى فيه كركبة، يبقى فيه لخبطة، ونرجع ننظمها تاني ونعيد ترتيبها تاني سوا مع بعض. اتكلمت كمان الكاتبة على اننا نعرف او نتعرف على اسلوبنا في تنظيف البيت وتنظيمه. في ستات مثلا بيبقى ليها اسلوب كده انها تهتم بالتفاصيل قوي، في ناس بتحب تهتم بالصورة العامة ككل، في واحدة طبيعتها انها سريعة قوي في تنظيف البيت، وفي واحدة طبيعتها انها بطيئة وبتعمل كل حاجة ببطء. حاولي تتعرفي على طبيعتك وعلى اسلوبك في تنظيف البيت وتنظيمه، وحاولي تتعاملي معاه بشكل تلقائي. حاولي تتعاملي مع الموضوع ده وتستفيدي منه في انك تعرفي تنظمي بيتك صح وترتبي بيتك بشكل صح. بتقول الكاتبة كمان ان بدل ما اعمل حملات تنظيف ضخمة اسبوعيا او شهريا، الافضل اننا نعمل روتين يومي وروتين اسبوعي وروتين شهري بسيط جدا، ممكن اننا ندمجه في التنظيف او الحياة اليومية العادية بتاعتنا، علشان ما نضغطش على نفسنا وما نحسسش نفسنا ان الموضوع صعب جدا، واننا لازم نقلب البيت كله بشكل اسبوعي او بشكل شهري. وده طبعا بيضغط علينا وبيضيع حاجات كتيرة أوي في حياتنا مش هنعرف نعملها. الأفضل إننا نعمل روتين بسيط كده نقدر ندمجه جوه اليوم بتاعنا وحياتنا اليومية العادية اللي احنا نقدر نعيشها براحتنا كده من غير ما نحس إننا مضغوطين. ركزي كمان على انك كل يوم بتتقدمي خطوة ناحية انك تحافظي على بيتك نظيف ومنظم، واحتفلي بده، احتفلي بالخطوات البسيطة اللي انت قادرة تمشي فيها على قد ما تقدري، افضل بقى من انك تحاولي تطبقي معايير النظافة العالية قوي اللي صعب قوي تحققيها وصعب تطبقيها عندك في البيت. كمان الكاتبة بتأكد إننا نحاول دايما ندور على حاجات تحببنا في عملية تنظيف البيت وتنظيم البيت، إننا نسمع حاجة بنحبها وإحنا بننظف، أو تسمعي كتب صوتية لو أنت مهتمة بالكتب، وهكذا. الحاجات اللي فعلا أنت بتحبيها وبتسمعيها وأنت بتنظفي هتخليكي تعملي ده كل يوم وأنت مستمتعة جدا بعملية التنظيف. كمان بتقول ان البيت النظيف اللي نقدر نعيش فيه بجد ونتجمع فيه ونمارس حياتنا بحرية افضل كتير جدا من بيت منظم بطريقة عالية جدا بس ما يسمحش لينا اننا نعيش او نمارس حياتنا بشكل طبيعي. وبتقول كمان اننا اما نحاول ننظف مكان فيه كركبة عالية جدا وفيه حاجات كتيرة قوي مش بنستخدمها ومركونة كده وخلاص، بيضيع وقتنا ومجهودنا على الفاضي. الافضل اننا نبدأ دايما باننا نرجع كل حاجة مكانها ونتخلص من الحاجات اللي فعلا مش بنستخدمها ولا محتاجينها، وبعد كده بقى نبدأ في عملية التنظيف. وكمان بتقول اننا اما نحافظ على نظافة ونظام بيتنا طول الوقت، ده بيوفر بيئة صحية لينا ولأولادنا، وليه تأثير ايجابي كبير جدا على صحتنا العقلية والجسدية، لان الدوشة والكركبة الخارجية بتسبب كمان دوشة وكركبة داخلية في عقلنا وفي دماغنا، ودايما بنحس ان دماغنا مكركبة وفيها توتر وقلق، وحاسين دايما اننا مضغوطين طول الوقت. تنظيف وتنظيم البيت بيساعدنا على تحقيق أهدافنا وعلى توفير لأسرتنا حياة نظيفة ومنظمة
وبيت يقدروا يعيشوا فيه ويتعاملوا فيه ويعملوا كل اللي هم بيحبوه، الأنشطة اللي هم بيحبوها، ويعملوا كل ده بحب. يبقى فيه كده روح حلوة جوه البيت، مش روح فيها ضغط وتوتر وقلق، وإننا طول الوقت بنحاول نحافظ على معايير نظافة ومعايير نظام معين، والعلاقات الأسرية اللي ما بيننا كلها علاقات سلبية. الأفضل إننا نعمل جو من العلاقات الأسرية الحلوة أو الإيجابية، ونحافظ على الحد الأدنى من النظافة والنظام جوه البيت، ونعمل ده كله مع بعض. ما ينفعش انت بس تبقي محور النظافة والنظام في البيت وهم مش بيعملوا أي حاجة غير إنهم يكركبوا بس. لا، لازم اللي حد مثلا عمل حاجة معينة لازم يعيد تنظيمها تاني ويعيد تنظيفها أول بأول. كل واحد فينا لو عمل دوره بنظام وبشكل يعني دوري وبشكل يومي، كل حاجة هترجع مكانها، ويبقى عملية التنظيف اللي انت بتقومي بيها بقى حاجة بسيطة كده، والروتين اليومي العادي اللي انت بتعمليه. ده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب بجد الأفكار بتاعة الكتاب بتاع النهاردة تفيدكم وتنفعكم. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.